تم إصدار الحكم لمدة 17 عام على الأخ أبو غانم المواطن اليمني الأمريكي داخل ولاية نيويورك. والله إنه الخبر أزعلنا جميعنا كلنا المغتربين المتواجدين داخل أمريكا. خبر يزعل الجميع. أسرة شتتت كاملة. أسرة الآن تفرقت لدرجة أنه صاحبة القضية نفسها البنية التي كان الاتهام أنه خطف بنته إلى اليمن وزوجها باليمن، مع أنه المعروف والمتعارف ما بش إنسان يخطف بنته، وما بش أحد أغلى من فلذة الكبد على الطفل زي الأب. فنتمنى من كل الجاليات اليمنية والعربية بجميع الولايات الاتحاد ويشوفوا القضية هذا والمثابرة مع القضية هذه، لأن هذا القضية قضية كل أسرة يمنية داخل أمريكا. والله يعني الآن شتت الأسرة كامل، والسبب المنظمات هذا. يعني تخيلوا منظمة جت مسكت القضية الكامل الدافع على حقوق البنية ومن هذا الكلام كله، بينما البنية نفسها الآن لا تقول أنا أشتي في اللي تبيه، أنا ساقطة كل الاتهامات اللي قلتوهن، أنا متنازلة عن كل ما قلتوه، كل الادعاءات أنتم من علمتمني وخليتمني أنا أصلح هذا الشيء. بتنازل عن كل ما هي تشتي، يعني كل اللي كانت القضية مرفوعة وهي كانت سبب القضية الآن متنازلة عن كل شيء. ولكن إيش قالوا؟ ما عاد بيش رجعة هذا المنظمات. يعني إحنا كود إحنا حصلناش، وأنتي فرصة يعني نطرح إيش واجهة الآن ندخل منها زلط، وإن إحنا الناس المتعاطفين، إن إحنا الناس الكذا والكذا. فإحنا في بلاد يسودها العدل والقانون، ويسود لها قانون، وكل شيء الناس ما تمشي إلا بالقانون، وكل شيء له مخرج وأمور قانونية. فنتمنى من الأخوة التكاتف اليمنيين الموجودين هنا كلنا داخل أمريكا التكاتف الكامل مع هذا الإنسان، لأنه الآن يعني تخيلوا 17 سنة هو وعياله، لا حول ولا قوة إلا بالله. الله يكون بعونهم.